السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. بديل ديمبلي، برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة. اقتربت إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا من حسم التعاقد مع صفقة مدوية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون بديل للنجم الفرنسي كيليان بامبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وبات النجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي على أعتاب الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني بعدما اقترب من الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. برشلونة يرصد التعاقد مع بديل ديمبلي، وبحسب ما كشفته صحيفة سبورت الإسبانية فإن نادي برشلونة يدرس إعادة الاهتمام بحسم التعاقد مع النجم الدولي جواو فيليكس مهاجم فريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني. وتابعت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة من المقرر أن يدخل في مفاوضات مع جواو فيليكس من أجل ضمه في فترة ميركاتو الجاري في حال قرر عثمان ديمبلي الرحيل عن النادي الكتالوني. كما اختتمت الصحيفة الإسبانية أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ترغب في الحصول على مبلغ مالي قدره 127 مليون يورو حتى يوافق النادي على بيع جواو فيليكس إلى النادي البرشلوني. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو متابعي قناة سبورت فليت الأعزاء، نلتقي في فيديو آخر. إلى اللقاء.